ازيكم يا جماعة؟ مش محضر أي حاجة خالص. الماتش لسه خلصان تقريبا من 7 أو 8 دقايق. في كلام كتير أوي عايز أقوله، بس أنا مش هعمل فيديو كبير. بس يا جماعة إحنا اتأهلنا أول مجموعتنا. بغض النظر عن نتيجة ماتش أنجولا، لو خسرنا 10 إحنا صعدنا أول مجموعتنا في وسط أجواء. لو جبت منتخب الارجنتين اللي كسب كاس العالم 2022 وحطيته في الاجواء اللي منتخب مصر والجهاز الفني وحسام حسن وابراهيم حسن واللعيبه اتحطوا فيها، من الجماهير ومن الاعلام ومن اتحاد الكوره ومن الضغط اللي من كل حته ومن يعني مش عارف اقول ايه، بس حرفيا الناس كلها تحس ان هي كانت مستنيه المنتخب ده يفشل. فدي اجواء، صدقني لو حطيت منتخب الارجنتين اللي كسب كاس العالم 2022 فيها، مستحيل يصعد اول مجموعته. مستحيل يصعد بالاداء المشرف والبطولي ده. انا واحد من الناس لما طلعت اتكلمت بعد ماتش زيمبابوي، وكنت بقول يا جماعه الاداء حلو، احنا اكتر منتخب عمل اكس جي على الجون، اكتر منتخب ضيع فرص محققه. الناس دخلت اتريقت وانتقدت، واما نشوف هتعملوا ايه قدام جنوب افريقيا، وتحس ان اللي بيتكلم معاك ده مش مصري. تحس ان انت بيتكلم معاك واحد سوداني، واحد مش هقول لك مغربي. المغاربه النهارده ألف مليون شكر، الاستاد كان فاضي، فتحوا الاستاد، كل الشعب المغربي دخل، الاستاد اتملى وكانوا بيشجعوا مصر. وكل هجمه لجنوب افريقيا كانوا بيصفروا كانك بتلعب في استاد القاهره بالظبط. فالف الف الف مليون شكر للمغرب والاهل المغرب ولكل حد يعني ساعد ان المنتخب يظهر بالصوره دي. بعد ماتش زيمبابوي الناس كانت طالعه بتتكلم، والله العظيم اقسم بالله ما مصريين، اولهم الصحفي اللي مش لازم اقول اسمه، اللي طلع على بين سبورت قعد انتقاد انتقاد انتقاد. كل المحللين اللي قاعدين يقولوا له ازاي بتتكلم كده عن منتخب، وازاي انت شايف كده، والراجل عايز يطلع ترند باي شكل. انا لازم اطلع كل حاجه وحشه في المنتخب، رغم ان المنتخب كان عامل ماتش عالمي من وجهه نظري. الناس طلعت قالت هنشوف هنعمل ايه قدام جنوب افريقيا وقدام انجولا. اديكم شايفين شوط اول، قسما بالله حسام حسن أدب جنوب افريقيا، أدب جنوب افريقيا. كل مفاتيح اللعب الراجل قافلها، كل الخطوره بتاعتهم الراجل محجمها. الاطراف عندك مفيش ولا هجمه عرفوا يخترقوك من الاطراف. من قلب الملعب رغم ان هو بيلعب بمروان عطيه لوحده، ما عرفوش يعملوا ولا هجمه من قلب الملعب. تريكات حمدي فتحي ما بين السنتر باكين رامي ربيعه وياسر ابراهيم ما حدش كان متوقعها نهائي. واحسن حاجه عجبتني في الماتش ده ان هو ما بدا بالتشكيل. اكيد منتخب جنوب افريقيا والمدرب بتاعه كانوا محضرين نفسهم ان هو ده التشكيل اللي هيلعب، بس مستحيل تلاقي حد كان متوقع او مجهز نفسه ان هو يتفرج النهارده على حمدي فتحي ليبرو، او لاعب مدافع ثالث بين رامي ربيعه وياسر ابراهيم. مستحيل تطلع لي حد كان متوقع دي. فالمفاجات دي بتبقى حلوه قوي. انا واثق ان مدرب منتخب جنوب افريقيا اتفاجئ بيها. والراجل النهارده الشوط الاول كله انت احسن، ربط الخطوط منتخب مصر احسن بكتير. انت قادر تعزل كل اللعيبه بتاعتهم وكل خطوطهم عن بعض. لما بتطلع تضغط بتضغط بشكل منظم جدا. لما بتقف ورا بتدافع وهي الكرة معاهم بتدافع بشكل منظم جدا. الشوط الاولاني كله انت اخطر، هم ولا فرصه. هي حرفيا اول شوط تقريبا اون تارجت. الشوط الثاني ضربه جزاء مستحقه، محمد صلاح جابها بخبرته، وتسديد وتنفيذ ولا اروع. فانت الشوط الاولاني حرفيا ادبت جنوب افريقيا، المنتخب اللي الناس كلها كانت طالعه خايفه منه، المنتخب اللي الناس كلها كانت طالعه تقول لما نشوف هنعمل ايه قدامه والاختبار الحقيقي قدامه. منتخب يا جماعه اقل من العادي، وقلت الكلام ده في الفيديو اللي فات. انا اتفرجت على ماتش جنوب افريقيا وانجولا والمنتخبين عاديين جدا، وطلعت قلت يا جماعه انا اتفرجت على الاربع ماتشات، منتخب مصر كان احسن منتخب لعب في البطوله لحد ما بقيه الماتشات اتلعبت. وبعد ما بقيه الماتشات اتلعبت واتفرجت عليها، ما زلت عند رايي وما زلت مصمم احنا احسن منتخب في البطوله لحد دلوقتي من وجهه نظري. لما قلت الكلام ده في الفيديو اللي فات الناس طلعت على الفيسبوك اتريقت، بس انا يعني ما زلت مصمم وشايف بعيني ان في حاجه. انا راضي جدا 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 عن المنتخب، سواء الماتش اللي فات او الماتش ده. و
ذهنيا بدنيا تكتيكيا كل حاجه المنتخب متجهز 10 على 10، ودي حاجه ما ينفعش تشيد فيها لشخص الا حسام حسن بس، ان في وسط كل الظروف دي الراجل قدر يطلعك بالشكل ده، سواء في ماتش زيمبابوي او في ماتش جنوب افريقيا النهارده في وسط الظروف دي. الشوط الاولاني يعني لو كان خلص 0-0 انا كنت واثق، بعيدا عن الطرد هنجيله، بس لو كان الشوط الاولاني خلص 0-0 بالمنظر ده انا كنت واثق ان الشوط الثاني احنا هننزل هنكسب. الحمد لله ان انت خرجت الشوط الاولاني 1-0، والطرد ده يعني انا بجد ما شفتش في حياتي سذاجه اكتر من كده. اكتر لاعب يعني غير مسؤول، خلينا نقول غير مسؤول شفته في حياتي. انت ازاي النهارده لاعب لعبت كاس عالم مع منتخب مصر، لعبت 3 كاس عالم انديه مع الاهلي، واخد 3 افريقيا، بقالك 8 او 9 سنين اساسي في النادي الاهلي، معاك انذار والشوط بيخلص وكرة في نص الملعب ميته ملهاش اي لازمه ومتطرفه على الخط، ليه اعمل كده؟ ليه اعمل كده؟ ليه ادخل تدخل زي ده واهرس رجل اللاعب واخد انذار تاني واتطرد وصعب الماتش؟ ليه بجد؟ سؤال انا مش عارف هو كان في ايه في دماغه ساعتها لما عمل كده. انت النهارده ماسك الماتش من اول دقيقه لحد الدقيقه 45، انت احسن في كل حاجه وربنا كرمك بضربه جزاء وسجلتها وخلاص الشوط الاول هيخلص 1-0. ليه بجد تصرف زي ده يا جماعه؟ افعال شخص متصابي مش ناشئ، لان مفيش ناشئ في الدنيا هيعمل كده، مفيش ناشئ في الدنيا يعمل كده بجد. شخص متصابي، شخص غير مسؤول، هي ما تتقالش غير كده. جنوب افريقيا الشوط الاولاني في 3 لعيبه منهم واخدين انذارات، 3 لعيبه واخدين انذارات، اتفرجوا عليهم. الشوط الثاني هتحس ان هم لعيبه واعيه ذكيه فاهمين ان انا ما ينفعش اعمل حاجه وبيلعبوا وبيخشوا وبيلتحموا، بس عارف وواعي ان انا ما ينفعش اخد انذار تاني. لكن محمد هاني بجد غريب قوي، بجد غريب قوي. الشوط الثاني بدا حسام حسن فاجئ الناس كلها وطلع عمر مرموش ونزل امام عاشور وخلاه باك رايت بدل محمد هاني، وانا دي مش مستغربها، انا كنت متوقع ان هو يطلع تريزيجيه، بس لما طلع مرموش انا تفهمت ده ليه؟ لان انت النهارده لو هتيجي تحسبها كسرعه تريزيجيه اسرع من عمر مرموش، مش احسن، تريزيجيه اسرع من عمر مرموش. طب هل انت هتحتاج ان انت تبقى بتلعب ضاغط او مهاجم ومحتاج حد يقعد يتحرك لك من بين الخطوط زي عمر مرموش ما عمل الماتش اللي فات وكان حر وبيتحرك في الملعب كله؟ مش هيجي فرصه، مش هتيجي فرصه تخليك اصلا يبقى عندك رفاهيه ده. فحسام حسن اتصرف بواقعيه، طلع عمر مرموش وساب تريزيجيه وصلاح بعد ما كان بادئ الماتش 3-5-2 مش 3-4-3. محمد صلاح كان بيلعب النهارده مهاجم تاني، ما كانش بيلعب جناح يمين نهائي. محمد صلاح النهارده كان مهاجم تاني جنب عمر مرموش. فالشوط الثاني لما حصل الطرد دوت، هو كل اللي الراجل عمله نزل امام عاشور باك رايت وقام مطلع عمر مرموش وساب تريزيجيه وصلاح علشان لو في مرتده هما الاثنين صراع، وما اعتقدش ان في حد من الموجودين بره اسرع من صلاح ومن تريزيجيه، فيقدروا ان هم يخطفوا حاجه او يعملوا حاجه. اول نص ساعه او اول 25 دقيقه في الشوط الثاني جنوب افريقيا ما عرفتش تهاجم وما عرفتش توصل للجون بتاعك من اي لعب حر، ولا من الاطراف ولا من عمق الملعب، لحد الدقيقه 78 كورتين ورا بعض جم خطر قوي من القلب. حسام حسن انا من وهو الراجل ده في المصري لما كان بيكسب الاهلي وبيكسب الزمالك وبيكسب اي حاجه كنت بقول ان هو احسن حاجه فيه ان هو بيعرف يقرا الماتش بسرعه وما بيستناش على التبديلات وما بيخافش. دي اهم حاجه، ان هو ما بيخافش. النهارده لما هو لقى ان انت الاطراف عندك الى حد ما متماسكه ومفيش اي خطوره من الاطراف، وكل الاختراقات اللي حصلت الشوط الثاني حصلت من العمق، قام الراجل جاي مطلع زيزو ومطلع تريزيجيه، وقام جاي منزل لك مين؟ قام جاي منزل لك مهند لاشين، قام جاي منزل مهند لاشين وقام جاي منزل محمد شحاته، بس قفل لك الحته بتاعت العمق دي. فانا مش عايز اطول، بس انا راضي جدا جدا ومبسوط جدا جدا وبجد يا جماعه لازم الراجل ده ياخد حقه، لازم الراجل ده ياخد حقه، ولازم لعيب في المنتخب ياخد حقه، لازم محمد الشناوي ياخد حقه. وانا اسف ان انا انتقدتك، بس الماتش اللي فات كان لازم تنتقد. بس الاداء بتاع النهارده ده انا اسف ان انا كنت شاكك وخايف اصلا من قبل الماتش فيك، بس بجد
راجل وما بيظهرش غير في الاوقات الصعبه. النهارده اداء فكرني بماتش الاوروجواي في كاس العالم 2018. دي صوره ياسر ابراهيم ورامي ربيعه النهارده. دول ياسر اهو، ياسر اهو ورامي اهو، دول النهارده. مش هقول اكتر من كده، بسم الله ما شاء الله. حمدي فتحي بجد، يعني حمدي فتحي لو رجع الاهلي هبقى عايز الاهلي يلعب بليبرو عشان خاطر حمدي فتحي في الليبرو دي. مش طبيعي، اقسم بالله ما طبيعي. حمدي فتحي ليبرو مش طبيعي. كور عاليه، كور على الارض، خروج بالكوره، تمركز، تغطيه ورا رامي، تغطيه ورا ياسر. الراجل بسم الله ما شاء الله مش طبيعي. محمد حمدي يعني تمام. محمد هاني ربنا يسامحك، ربنا يسامحك ويسامحنا. مروان عطيه مش هتكلم كتير. مروان عطيه يعني لتاني ماتش على التوالي بالنسبه لي مان اوف ذا ماتش. راجل موجود في كل حته في الملعب، هجوميا دفاعيا، كل كوره في الملعب سواء يمين شمال في اي حته. الراجل الله اكبر عليه برئتين، موجود في كل حته في الملعب. محمد صلاح ناس كتير هتطلع تشتم وتنتقد، بس يا جماعه الراجل ده انت كل كوره برضو وصلت بيها النهارده لجون جنوب افريقيا وصلت لها عن طريق صلاح. الراجل بيتقطع منه كور كتير، بيعمل ميس باص، بس هو الوحيد اللي قادر ان هو برضو يوصلك، وهو الوحيد اللي هو قادر يحسم لك الماتش. والناس كانت بتقول لك طب ما كان طلع صلاح بين الشوطين. يا جماعه الراجل ده اصلا وهو واقف في الملعب كده ما بيعملش حاجه، في 2 من لعيبه جنوب افريقيا معاه. فانت دي ميزه، دي في حد ذاتها ميزه، ان الراجل ده معمول له حساب والفرق كلها هتعمل له الحساب ده، وانت خلاص انت في 2 مع صلاح، فانت تقدر بقى تنقل لاعب الناحيه الثانيه، تفضي مساحات. ده وجوده في الملعب لا غنى عنه. فالراجل بصراحه عمل اللي عليه في وجهه نظري. عمر مرموش ما لحقش قوي الفاول اللي حطه ده، يعني انا قمت احتفلت. واللعيبه اللي نزلت كلها رجاله، سواء مهند لاشين سواء محمد شحاته، كل اللي نزل كان رجاله. ياسر ابراهيم ورامي ربيعه النهارده بجد هم اللي فاجئوني. ان شاء الله يستمروا على الاداء ده، وان شاء الله المنتخب كله يستمر على الاداء ده، والف مبروك الصعود اول مجموعه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكملها على خير، ومصر في الفاينل باذن الله بالاداء ده وبالروح دي. ان شاء الله ان شاء الله مصر في الفاينل. كان معاكم احمد خالد، واشوفكم ان شاء الله بعد ماتش انجولا. السلام عليكم.